بتبدأ أحداث فيلمنا ببارك سينج يي اللي بتشتغل مترجمة فورية، وبيكون باين عليها التوتر لأنها تترجم للوزير لأول مرة، وهي بتستعد بيجيلها مكالمة من شخص وبيقول لها إنه لقى الشخص اللي هي بتدور عليه، ولما بتخلص بتتجه للمطار فورا، وبنعرف إن الشخص ده بتدور عليه بقالها 10 سنين. وبنرجع بالزمن لسنة 93 وبنشوف دوسوك والمساعد بتاعه جونج باي، واللي بتكون وظيفتهم إنهم يدوا قروض للناس، وبنشوفهم بيلفوا حوالين نفسهم وبيدوروا على حد، ومن كتر اللف بيتعبوا فبيدخلوا محل صغير، وبعد ما بيرتاحوا وما بيلاقوش حد في المكان بيمشوا من غير ما يدفعوا الحساب. وأثناء ما هم في طريقهم بيلاقوا ميونج جا اللي بيدوروا عليها، وعشان مديونة ليهم فبيجروا عليها، بس بيكون معهاش فلوس تدفع لهم لأن جوزها مات. ولما دوسوك بيزعق لها بنتها بتقرصه، والناس كلها بتفضل تبحلق فيهم، فبيقرر دوسوك انه ياخد البنت الصغيره رهن لحد ما تجيب الفلوس. ولما بيركبوا العربيه بيكون جاب لها اكل، والبنت بتفضل تعيط، بس دوسوك بيقول لها انه مش هيأذيها، ولما امها تجيب الفلوس هيرجعوها تاني. وبيشد لعبه من العربيه وبيديها لها عشان تهدى، وبيقول لجونج باي شفت والله مفيش اطيب مني. وبعدها الام بتروح لمكان شغل جوزها وبتطلب من المدير مرتب جوزها، بس هو بيقول لها ان جوزها اخد مرتبه، فبتطلب منه يسلفها فلوس، بس هو بيرفض وبيطردها. فبتتصل بحد وبتشتكي له ان مفيش حد راضي يسلفها، فبيقول لها انه هيبعت لها فلوس وتنفذ اللي هيقول لها عليه، وكل ده طبعا عشان مصلحة بنتها. وبتبعت بعد كده رسالة لدوسوك بتقول له ان الفلوس معاها وهتجيبها بكره، فبيقول لها ان بنتها هتفضل معاه لحد ما ياخد فلوسه. لكن لما بتخرج من كابينة التليفون بتتفاجئ بالشرطة، وبنوصل مع دوسوك للبيت اللي بيكون مكركب جدا، وبيشاور للبنت الصغيرة على أوضة تنام فيها وبيقفل الباب. ولما بيقعدوا جونج باي بيقول له احنا خطفنا البنت وأمها هتبلغ عننا، لكن دوسوك بيرد عليه وبيقول له احنا خدناها رهن بس، وأمها مستحيل تبلغ لأنها قاعدة في البلد بطريقة غير شرعية. فجونج باي بيقول له انت اتغيرت من ساعة ما اشتغلت في القروض، لكن قبل كده كنت طيب ولطيف باستثناء انك بتضرب الناس. وفي الوقت ده بتكون البنت في الأوضة وعمالة تعيط وبتحاول تنام. والصبح بياخدوا البنت وبيروحوا المكتب بتاعهم، والمدير أول ما بيشوف البنت بيقول لهم انتوا شكلكم هتودونا في داهية، ازاي تتصرفوا التصرف ده وتخطفوا بنت؟ لكن دوسوك بيقول له احنا ما خطفناهاش ولا حاجة، احنا واخدينها رهن. فالمدير بيسألهم عن الفلوس وبيسألهم نفس السؤال هنعمل ايه لو أمها بلغت عننا، لكن دوسوك بيرد عليه وبيقول له انها مش هتبلغ لأنها مهاجرة غير شرعية. فبيطلب المدير منهم وهو متعصب انهم يرجعوا البنت، لكن دوسوك بيتعصب وبيقول له خلاص الغي الدين بتاعها واحنا نرجعها لأمها. فالمدير بيتنرفز اكتر وبيقول لهم ملكوش مرتب لمدة 3 شهور. بعد كده بنشوفهم بياخدوا البنت وبيركبوا العربية، وواحد منهم بيقول للبنت امك سابتك، دي كانت قايله لنا ان هي هتيجي الساعة 9 ودينا بقينا الظهر. وبيطلب بعد كده منها تقول لهم فين بيتها عشان يرجعوها لأمها. ولما بيقفوا في الإشارة البنت بتغفلهم وبتنزل من العربية وبتطلع تجري، وهم بيطلعوا يجروا وراها، لكن جونج باي بيكون شكل البنزين بتاعه خلص وبيجري بالعافية. وبنشوف دوسوك قاعد على الأرض وبيشرب عصير، وجونج باي بيقول له إنها اختفت ومش قادرين يوصلوا لها. وبعد كده جونج باي بقلبه الحنين بيقول له ما نعتبر إن دي مساعدة لواحدة ست مسكينة وندفع إحنا القرض. لكن دوسوك بيتعصب وبيقول له تاني هتقولي نسدد إحنا الدين، وبيسيبه وبيمشي. فجونج باي بيشتمه لكن هو بيسمعه وبيقول له قلت إيه يا حيلتها؟ ولأن جونج باي جبان بيرد عليه وبيقول له والله ما قلت حاجة. أما البنت بقى بتكون قدرت توصل لبيتها، بس لما بتلاقي الشرطة هناك بتستخبى، وبعد ما بيمشوا بتدخل البيت وبتقعد على الكنبة وبتبدأ تفتكر في ذكرياتها مع أمها. وفي اليوم اللي بعده ميونج جا بتطلب تشوف دوسوك وبيعرف إنها هتترحل على الصين، فبيسأل الضابط طيب وبنتها، بس هو بيقول له إنهم راحوا بيتها وما لقوش حد. فبيسأل الضابط على عنوان بيتها، وبيدخل بعد كده يتكلم مع ميونج جا وبتسأله عن بنتها، بيقول لها إنها كويسة، فبتقول له إنها هتعرضها للتبني ودي الطريقة الوحيدة اللي البنت تعيش بيها كويسة وفي نفس الوقت تقدر ترد له الدين. وبتقول له ان عمها بيونج ده هيدفع الفلوس وهياخد البنت منه وبتديله رقمه. فبيقول لها بس لو عمها ما جاش ياخدها انا كده هتورط في البنت وكمان مش هاخد فلوسي. لكن هي بتاكد له ان عمها هيجي ياخدها وانها مش بتكذب عليه. فبيوافق دوسوك وبيقول لها ان المهم عنده انه ياخد فلوسه. فبتشكره ميونج جا وبتقول له يبلغ بنتها ان امها مسافره عشان تشتغل وتجمع لها فلوس. وعلى الناحيه التانيه سينج يي بتكون جهزت شنطتها وبتكتب رساله لامها انها تدور عليها وبتخرج من البيت. ولما بيوصل دوسوك للبيت مش بيلاقي غير جزمة البنت والرسالة اللي كتبتها لأمها، وبتفضل سينج يي تلف في الشوارع لحد ما بتقابل مشرد بيحاول يخطفها. لكن دوسوك بيوصل في الوقت المناسب وبيرنوا علقة، فسينج يي بتمسك ايده وبتعيط لأنها مش لاقية أمها وبتطلب منه يساعدها في البحث عنها، بس هو بيقول لها إن أمها اتصلت بيه وإنها
إنها سافرت عشان تشتغل في الصين وتجيب فلوس، وبيقول لها إن عمها هيجي بعد كده عشان ياخدها وبعدين هتتبناها عيلة غنية، وإن أمها هترجع لها لما تجتهد في دراستها. فبتعيط سينجي وبيتأثر دوسوك بعيطها جدا. وتاني يوم في البيت سينجي بتنظف كل حاجة وبتخلي البيت بيلمع، ولما بيوصل دوسوك وجونج باي بيتفاجئوا من النظافة، لكن جونج باي بيقول لها مفيش داعي تنظفي وبيطمنها إنهم مش هيطردوها. أما دوسوك بقى فبيكون ليه رأي تاني وإنها لازم تنظف مقابل قعدتها معاهم، وبيقعد بعد كده على الكنبة وبيطلب منها تجيب له مشروب، وبيكون مستغرب جدا من تصرفاتها. فالبنت بتسأله عن بوسان وهل راح هناك قبل كده، وبتقوله هو أنا لو رحت هناك هل ماما فعلا هتيجي تاخدني؟ فبيبدأ يعشمها بإنها لازم تجتهد في دراستها عشان أمها ترجع لها، وإنه لازم في المستقبل يكون عندها بيت ضخم على المحيط. وطبعا هي ببراءة الأطفال بتصدقه. وبعد كده بنشوف دوسوك بيجيله اتصال من عم البنت وبيقوله إنه هيبعت مبلغ في الأول عربون والباقي لما يجيب له البنت، وبيطلب منه يشتري لها هدوم وأكل ويفسحها عقبال ما يجي. وتاني يوم بيخرجها بالعربية، ولما بتشوف لافتة بتقراها فبيستغرب إنها بتعرف تقرا كوري، وبيكون كل ده بيناديها بالرهن الصغير لأنه ما كانش يعرف اسمها. فهي بتلف وبتقوله إن اسمها لي سينجي، ولما بتسأله عن اسمه بيعرفها إنه بارك دوسوك. فبتضحك البنت لأن كلمة دو يعني راس وسوك يعني حجري، فمعنى كده إن اسمه الراس الحجري، وبتقترح عليه بعد كده يسمي نفسه سونج بو. فبيضحكوا كلهم، لكن دوسوك بيبص لجونج باي وبيقوله أنت فاكر يعني إن كده دمك خفيف؟ وبيبص للبنت وبيقول لها تقعد عدل وتسكت خالص. وبيقفوا قدام مول كبير وبيسألها إذا كانت عايزة تدخل تشتري حاجات، وبيطمنها بعد كده وبيقول لها إنه معاه فلوس كتير. فبتوافق البنت إنها تدخل وبتمسك إيده، فبيحاول إنه يبعدها بحجة إن الجو حر. ولما بيدخلوا بيبدأوا يشوفوا الهدوم ويلفوا في المول، وبعد ما بيخلصوا الشوبينج بتاعهم بيقعدها في كافيه وبيجيب لها آيس كريم، وبيسألها بعد كده إذا كان في حاجة تانية عايزة تعملها قبل ما تمشي من سول. فبتسأله البنت عن فرقة معينة إذا كان يعرفها، فبيقول لها أيوة طبعا أعرفها. فبتقوله إنها فرقتها المفضلة وإنها عايزة تكون مخرجة أغاني لما تكبر. فبيقول لها إنها لازم تجتهد لأن المغني اللي بتحبه بيحب الأطفال المجتهدين. وجونج باي طبعا بيأكد على كلامه. ولما بيسألها ليه سألتيني عن الفرقة دي، بتقوله إنهم عندهم حفلة النهاردة ونفسها تحضرها. وكالعادة جونج باي راشق في أي حاجة، وهو كمان قال له إنه عايز يحضر. المهم بنشوفهم بعد كده لما بيوصلوا مكان الحفلة وبيكون ما معهمش تذاكر، فطبعا بيضطروا يدخلوا من غير ما حد ياخد باله. وبنشوف سينجي مبسوطة جدا وبتغني كمان. ولما بتخلص الحفلة بيقفوا طابور عشان تاخد ملصق للمغني اللي هي بتحبه، لكن الموظف بيقول لها إن الملصق ده مش هتقدر تاخده إلا لو اشترت الشريط والقرص مع بعض. وبنشوف دوسوك بيقول له دي طفلة وأكيد المعجبين هيقدروا يستغنوا عن ملصق واحد، لكن لما بيبص وراه بيلاقي المعجبين مبرقين ليه، فبيضطر في الآخر يشتري لها الحاجات اللي هي عايزاها، وبيطلع ساعتها الفلوس من الشراب. بعد كده وهم مروحين بتكون سينجي سعيدة جدا، فدوسوك بيقول لها إيه مش هتشكريني؟ فبتشكره وبتقوم كمان تحضنه، بس هو بيقول لها ما تحضنيش أي حد لمجرد إنه اشترالك حاجة، وإن الرجالة كلهم مصطفى أبو حجر. فالبنت بتسأله وأنت كمان زيهم، وبيكون لسه هيرد لكن بيجي الرد من جونج باي وبيقول لها طبعا. فبيضربوا دوسوك وبيقول لها كلهم إلا أنا بقى حاجة تانية خالص. وفي البيت بيكونوا محضرين لها حفلة وداع وجايبين لها كيكة، وبيسألوها إذا كانت سعيدة عشان هتروح بيت جديد. فبتقول لهم إنها سعيدة لكن في نفس الوقت حزينة، وإنها كمان ما تعرفش السبب وبتسيبهم وتقوم. ودوسوك ساعتها بيكون شكله متأثر جدا. وفي اليوم اللي بعده بيكون في المحطة وبيديها جهاز عشان لو حاجة حصلت تقدر تتواصل معاه، وبعدين بيجيب لها جهاز تاني عشان تقدر تسمع عليه أغاني الفرقة اللي بتحبها. وبيوصل عمال اللي بيكون راجل كبير في السن، ودوسوك بيمضيه على إنه سد ديون ميونج جا وإنه استلم سينجي. ودوسوك بيودع البنت وبيفكرها تتصل بيه لو حصل حاجة، وبيديها كمان صورة ليها هي وأمها. والغريب إن دوسوك في الوقت ده بيكون حاسس بشعور غريب وكأن يعني في شيء سيء ممكن يحصل. بعد كده بنشوف دوسوك زعلان جدا وواضح عليه إنه مفتقد البنت، فبينصحه جونج باي إنه يتواصل معاها، وفعلا بيتصل بيها وبيسجل لها رسالة بيسأل فيها عن أحوالها، وبيسألها إذا كانت اشتقت ليه ولا لأ، وإنها كمان نسيت الدب بتاعها معاه. وبعد مدة بيتصل ببيونج دال عشان يسأل على سينجي، لكن بترد مراته وبتقوله إنه مش موجود وما تعرفش هو فين. لكن ساعتها بيونج دال بيكون موجود وبيرفض يرد عليه. والصبح دوسوك بيطلب من جونج باي يدور على عنوان بيونج دال، وفعلا بيجيب عنوانه وبيروح له يسأل على البنت. فبيونج دال بيقوله إنه وداها العيلة. فدوسوك بيطلب عنوانها الجديد لكن بيونج دال بيرفض، وكمان بيتهم دوسوك إنه جاي وعايز يتاجر بالبنت. فبيتعصب دوسوك جدا وبينزل فيه ضرب، وبعدين بيكتشف إنه عمل صفقة وقبض فلوس على سينجي. لكن بيونج دال بيقوله لا تعايدني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك، أنت كمان خدتها رهن
عشان الفلوس اللي على أمها. لكن دوسوك ما بيعجبوش الكلام وبيلسعوا قلم يرقدوا على الأرض. وعند سينجي بتكون عند واحدة شكلها غريب ومنكوشة ونازلة فيها إمارة وزعيق وبتعملها يا عيني كأنها خدامة عندها. ولما سينجي بتخلص تنظيف بتسألها امتى هتوديها المدرسة، بس هي بتقولها ان هي هتشوف وان السنة دي خلاص بدأت ومش هينفع تقدم لها دلوقتي. وبيجيلها اتصال فبتستغل سينجي الموضوع وبتاخد كارت المكان وبتطلع، وكمان بتاخد معاها التليفون وبتسجل لأمها رسالة وبتسألها إذا كانت تعرف مكانها وهتيجي تاخدها. وعند دوسوك بيحاول يبعت رسالة لسينجي وبيديها رقم تليفون البيت عشان تتصل بيه، ولما بتسمع الرسالة بتتصل فعلا، لكن للأسف الرقم بيكون غلط. وبنشوف بعد كده سينجي قاعدة بتاكل وبتيجي واحدة شغالة في المكان وبتطلب منها تنظف الغرفة، ولما بتروح بتتفاجئ بإزاز بيتحدف عليها وبتدخل قطعة منه في خدها. وعند دوسوك بيلاقي رسالة مبعوثة من سينجي وبيكتشف انه اداها الرقم غلط، فبيبعت الرقم الصح وبيستنى اتصالها، وفعلا بتتصل سينجي وبتكون بتعيط وبتديله العنوان وبيعرف انها في مالها وبيوعدها انه يكون عندها وبيطلب منها تستناه. وبعدين بتشوف دوسوك بيوصل المكان وبيحاول الدخول لكن الباب بيكون مقفول، فبينادي عليها والبنت بتكون يا عيني حضرت شنطتها ومستنياه، واول ما بتسمعه بتخرج على طول. وبعد ما بيكون دوسوك كسر الازاز وخرجها بتخرج صاحبة الملهى وبتفضل تزعق له، فبيروح لها وبيمسك في زمارة رقبتها وبيسألها عن الفلوس اللي اشترتها بيها، وبعدين بيديلها رقمه وبيقول لها انه هيدفع لها ثمن الازاز المكسور والفلوس اللي دفعتها مقابل سينجي. واخيرا بترجع سينجي للبيت وجونج باي بينادي عليها بالرهن الصغير، لكن دوسوك بيصلح كلامه وبيقول له اسمها سينجي. وتاني يوم بيروح دوسوك يبيع العربية عشان يبعت الفلوس للست في الملهى، لكن جونج باي بيكون معارض وبيقول له دي العربية اللي حيلتنا، فدوسوك بيقول له دي غلطتنا انها راحت هناك، لكن جونج باي بيقول له غلطتنا انا ما عملتش حاجة، دي غلطتك انت، وبعدين يعني هنعمل ايه؟ هنخليها تعيش معانا؟ فدوسوك بيقول له ايوه لحد ما تلاقي مكان افضل ليها، وعارف بقى كمان هنعمل ايه؟ هنديها غرفتك. وبنشوف بعد كده سينجي وهي في امان وبتشوف صورة المغني المفضل ليها وبتكون سعيدة جدا. وبنرجع بقى للزمن الحاضر وبنكتشف ان الشخص اللي كلمها كان جونج باي، وان الشخص اللي كانت بتدور عليه يبقى دوسوك، وبنعرف انه موجود في دار رعاية للمسنين. ولما بنوصل لدار الرعاية بيسألوا عنه وبيروحوا لغرفته، لكن بعد العذاب ده كله بيطلع مش هو. ولما بيروحوا القسم مش بيوصلوا لأي معلومة، وطبعا بيكون واضح عليهم جدا القلق. وبنرجع تاني للماضي وبياخد دوسوك سينجي للدكتور اللي بيقول لهم ان الافضل يعملوا للجرح خياطة تجميلية، لكن للأسف العملية بتكون غالية جدا. بعد كده بنشوف دوسوك وهو بيحاول يسجل سينجي في المدرسة، لكن لأن ملهاش سجل عائلي الموضوع بيكون صعب، وبيقترح عليه المدرس إن الحل الوحيد إنه يسجل البنت باسمه، لكن سينجي بترفض وبتخرج غضبانة. وبالليل بيكون دوسوك قاعد يفكر وبيجي جونج باي يقول له إن البنت معذورة، وده لأن أمها عايشة وأكيد مش عايزة تبقى بنت الراجل اللي خطفها. فبيتعصب دوسوك وبيقول له إنهم هيتحملوا المسؤولية للنهاية وبيسيبه وبيمشي. وعند سينجي بيدخل جونج باي وبيفهمها إن كل اللي بيعمله دوسوك عشان مصلحتها لأنه عايز يدخلها المدرسة، وبيطلب منها إنها تتظاهر إنها بنت وخلاص عشان تدخل المدرسة وتقابل أمها. فهي بتكون خايفة وبتقول له هقول ايه لماما، فجونج باي بيطمنها وبيوعدها انه هيشرح لامها الموضوع لما يقابلها. وبتبدأ سينجي دراستها وبتكون صداقات وبتعدي الايام وبتكون متفوقة في الدراسة وبتجيب الدرجات النهائية. ودوسوك بيحاول طول الوقت انه يكون سند ليها ويساعدها. وبتكبر سينجي وبتدخل الثانوية، وعند المدرسة بتكون امها رجعت ومستنياها عشان تطمن عليها، وبتشوفها مع دوسوك اللي بيكون عمل مشروع لنفسه وسماه خدمة سونجبو للتوصيل زي ما سمته سينجي وهي صغيرة. وبتدخل سينجي امتحان القبول للجامعات ودوسوك بيوصلها وبيتمنى لها التوفيق، وفعلا بتدخل الجامعة قسم اللغة الصينية وأدبها. ولما بتتأخر في الرجوع بيكون دوسوك مستنيها وقلقان وبيشتكي إنها مش بترد عليه، لكن جونج باي بيهديه وبيقول له إنها كبرت دلوقتي ومن حقها تخرج وما يقلقش عليها. ولما الباب بيخبط بيفتح دوسوك وبيلاقي شاب شايل سينجي على ظهره، فبيتعصب دوسوك وبيمسك فيه وبيكون عايز يضربه، وبعدين بيقعده قدامه وبيفتح له تحقيق وبيسأله عن نفسه وعن عيلته. وجونج باي بيكون قاعد مبسوط قوي وبيضحك. وبيجي اتصال لدوسوك وبتكون جدة سينجي وبتقوله ان بنتها عيانة وعايزة تشوف سينجي. وتاني يوم بيروحوا على المطار عشان يسافروا، ولما بيوصلوا بيطلب دوسوك من سينجي انها ما تكونش قاسية على امها المريضة. وبنشوف بعد كده لقاء سينجي بامها اللي بيكون مؤثر جدا ومليان دموع. وبعدين بيخرج دوسوك وبيسيبهم لوحدهم شوية. بعد كده بنشوف ميونج جا بتتكلم مع دوسوك
وبتشكره جدا على تربية بنتها، وبتقوله إنها راحت كوريا وشافت قد إيه بنتها سعيدة معاه، وعشان كده رجعت الصين وهي مرتاحة. وبيطلب دوسوك من الأم إنها تحضر تخرج سينجي، لكن الأم بتقوله إن شكلها كده مش هتلحق. المهم إننا بنشوف دوسوك بعد كده بيكون واقف بره البيت، وبتخرج الجدة وبتشتكيله من برود ميونج جا في التعامل مع سينجي، وبنعرف إن مرض ميونج جا خطير ومفيش أمل من العلاج، وعشان ممكن تموت في أي لحظة الجدة اتصلت بدوسوك عشان تشوف بنتها للمرة الأخيرة. وبيفتكر دوسوك إن ميونج جا طلبت منه يدور على أبو سونجي لأنه لسه عايش. وبترجع سينجي مع دوسوك على كوريا تاني بعد ما بتسيب مع أمها الصندوق اللي كانت بتجمع فيه كل ذكرياتها. وبنشوف بعد كده سينجي بتتصل بدوسوك عشان تطلب منه إنها تسافر في رحلة مع الجامعة لمدة 3 أيام، وفعلا دوسوك بيوافق. وبنشوف دوسوك بينفذ طلب الأم وبيدور على أبو سينجي، وبيعرف إنه اتجوز واحدة كورية وأخد الجنسية، بس بيحس ساعتها بالمرض ومش بيقدر يكمل كلامه. وبنكتشف إن مفيش رحلة ولا حاجة، وإن البنت كانت رايحة تدور على شغل، وده لأنها كانت عايزة تشتري جزمة جديدة لدوسوك. وبنشوف دوسوك وصل لأبو سينجي وبيشوفه مع أسرته، وبيتصل بسينجي عشان تجيله وتقابل أبوها، وبيسيبها شوية مع أبوها عشان يتكلموا. وبيرجع يقعد مع جونج باي اللي بيعاتبه لأنه دور على أبو سينجي بعد ما تعب في تربيتها، وإن معاملتها ليهم هتتغير بعد المقابلة دي لأن أبوها غني. لكن دوسوك مش بيسمع له وبيقوم يروح، وبيدخل غرفة سينجي وبيتأمل في صورها لما كانت صغيرة. وبيجيله اتصال من سينجي، ولما بيرد بتناديله ببابا لأول مرة، وبيتأثر دوسوك جدا وبتقوله البنت اللي سبتني ومشيت كان لازم تستناني. فبيقول لها انه هيجي ياخدها وتفضل مستنياه في نفس المكان. وبيركب على طول الموتوسيكل بتاعه ومعاه المسجل، لكن رؤيته بتكون مش واضحة وبيفقد الوعي وبيقع بالموتوسيكل. ومن اليوم ده سينجي ما تعرفش عنه اي حاجة. وبنرجع للحاضر وجونج باي بيقول لها انه فقد الامل، وده لانهم بيدوروا عليه من اكتر من 10 سنين، ويبقى اكيد في حاجة حصلت له. وهم في الطريق بتشوف سينجي اللفتة اللي قريتها وهي صغيرة، وبتفتكر الاسم اللي اقترحته على دوسوك واللي كان ساعتها بارك سونج بو، وبترجع على طول على الاسم عشان تبحث بالاسم ده. ولما بيبحثوا فعلا بيلاقوه وبياخدوا العنوان، وساعتها بيروحوا على هناك على طول وبيعرفوا انه تعرض لحادث، وان الدكتور قال انه كان بيعاني من مشاكل في الاعصاب من وقت طويل، وانه اصيب بسكتة دماغية قبل كده، وانه اهمل حالته. وبيقول لهم ان كل اللي كان كاتبه في دفتر ملاحظاته هو اسم بارك سونج بو والرهن الصغير، وبيروحوا عشان يقابلوه. بس الممرض بيقول لهم ان الزيارة هتكون لمدة 10 دقايق، وده لانه صعب في التعامل ودماغه ناشفة. وبيشوفوا المكان كأنه سجن وكل غرفة مقفولة بقفل. وبيدخلوا غرفة دوسوك، وجونج باي وسينجي بينهاروا من العياط لما بيشوفوا حالة دوسوك وإنه بقى مش قادر يتعرف على حد ولا بيتكلم. لكن لما بيسمع اسم الرهن الصغير بيردد الاسم وبيخرج جهاز الاسطوانات. وسينجي بتوعده إنها هتفضل معاه ومش هتسيبه أبدا، وبتقدم له حذاء جديد وبتحاول تخليه يلبسه. وبعدين بتكتشف إنه كان عامل لها حساب توفير باسمها، وبتزداد في البكا مرة تانية وبتحضنه وبتناديله بابا، وكمان بتعتذر له إنها جت متأخر. وبنشوف مشهد من الطفولة وسينجي بتسأل عن معنى كلمة رهن، ودوسوك بيرد عليها إنه شيء قيم وكنز كبير. فبتقوله يعني أنا كنزك؟ وبيقول لها صح كده، أنتي فعلا كنز. وبتكون لحظة جميلة جدا مليانة دفى وضحك وسعادة. المهم إن في الآخر بنحضر زفاف سينجي، ودوسوك بيوصلها لعريسها، والأول مرة بعد مدة طويلة بيناديها باسمها. وبيخلص فيلمنا على كده. ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.